أقولك على حاجة ممكن توجعك شوية. أحيانا لما بنحكم على الناس بيبقى إحنا اللي عندنا المشكلة، بدل ما ندور جوانا على المشكلة بتاعتنا ونحاول نصلحها، بندور إن إحنا إزاي نسقط الحاجة الوحشة اللي عندنا على الناس علشان نحس براحة شوية إن إحنا في ناس كمان وحشين حوالينا. صدقني لو دورت جواك أنت وبدأت تصلح جواك أفيد لك كتير من إنك تمشي طول الوقت بتحكم على الناس. الأحكام خطر مش بس على اللي قدامك، لا، على حياتك انت كمان، لأن العقل لما بيمسك معتقد بيفضل يدور على كل حاجة تثبته. يعني لو انت مقتنعة ان بابا بخيل، عقلك هيفلتر كل حاجة بيعملها وهيشوف بس البخل، ومش هيشوف أي حاجة بيجيبها ولا التعب اللي بيتعبوا علشانك. وده اللي بيخلي بابا ممكن يبقى كريم مع كل الناس إلا معاكي انت بس، لأن عينيك اتبرمجت تشوفه بطريقتك. الكلمة اللي بنقولها على حد بنشوفها بعد كده في حياتنا، لأن اللي جوايا لو مش شايفاه بيطلع في الناس. لو جوايا غضب، لو جوايا نقص، هشوفه برضو فيهم، وفجأة الاقي نفسي عايشة في دوامة أحكام ونفور ومتضايقة، وافتكر ان الدنيا وحشة مع انها انعكاس جوايا انا. هقولك على خطوات عملية علشان نبطل أحكام. أول حاجة، أسأل نفسي ايه الدليل الحقيقي اللي متأكدة منه 100% ان اللي بفكر فيه ده صح. هتلاقي ان 90% من الأحكام مبنية على مشاعر مش حقائق، ويبقى جميل قوي لو فرغتي ده في الكتابة، هتخلي عقلك يفكر قبل ما يندفع. تاني خطوة، ادي تفسير تاني للتصرف، قولي ما يمكن كذا، الله أعلم. تالت حاجة، سيبي مساحة، قولي يمكن أنا مش شايفة الصورة كاملة. الأحكام عبء، حرر نفسك منه.